السلام عليكم متابعينا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. انا مي شاهين، والنهارده هعمل معاكم الراعي الرسمي للشتاء، العدس الاصفر يا سيدي بقى. طعم وقوام ولون مظبوط جدا، والبصل هيطلع معاكي مقرمش ومفلفل وكله لون واحد زي ما انت شايفة كده. خليكي معايا لغاية اخر الفيديو، هتعرفي ازاي تعملي العدس بطريقة مميزة جدا من غير ما تسلقيه، بطرق بتكات بسيطة جدا هيطلع معاكي طعمه رهيب. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجة هجهز الخضار بتاعي اللي انا هستخدمه في الوصفة. انا هنا هستخدم بصلاية متوسطة، وكمان جزرتين، وهقطعهم تقطيع زي ما انت شايفة كده. انا بس بسهل على نفسي ان هو يستوي اسرع، علشان يستوي مع نفس مدة سوى العدس. فبقطعهم كده ترانشات، وكمان بطاطساية، وكمان طماطماية صغيرة. هو ده الخضار اللي انا هحتاجه النهاردة في الوصفة بتاعتي. طبعا زي ما انتي عارفة، ومن غير ما أكد عليكي، ان شاء الله في القناة بتاعتي هتشوفي كل الوصفات المجربة مليون في المية، واللي ان شاء الله اكيد هتعجبك. انا هنا استخدمت كيسين من العدس، كل كيس كان فيه 250 جرام، يعني 500 جرام. هحط بقى العدس كله بتاعي في بولة، نص كيلو عدس، وهغسله كويس جدا حوالي مرتين تلاتة لغاية بس ما اتأكد ان ميته بقت نظيفة. ويلا بينا على طول كده على النار. هحط معلقة سمنة، استخدمي الحلة تكون كبيرة شوية عن مقدار العدس لان هو بيفور. هحط بقى كده معلقة سمنة وهسيبها تسخن كويس. الطريقة دي يا بنات هتطلع معاكي العدس طعمه حلو بجد، يعني هتلاقي ان هو مش مجرد مسلوق او انت بتشربي شوربة، لا، هتلاقي كده طعم مميز جدا فيه وطعم حلو. حطي بقى الخضار كله مع بعضه في وقت واحد، وشوحي بقى كده الخضار كويس. انا مش عايزة هنا الخضار ياخد لون خالص، هو بس هيتشوح وتشمي كده ريحته الحلوة. حاولي يا جماعة لما تيجوا تعملوا الأكل تعملوه بحب وباهتمام. بجد طرق بسيطة جدا وتكات بسيطة هتودي معاكي الأكلة بتاعتك في حتة تانية خالص، حتى لو كانت أكلة بسيطة زي العدس. هنا بقى ضفت فصين توم سلام زي ما هما، وبرضو شوحي الخضار بتاعك كويس. أول بس كده ما تشمي ريحة الخضار يكون اتشوح كده كام مرة، على طول انزلي بالعدس بتاعك بعد ما تصفيه كويس جدا من المية زي ما انت شايفة كده. وابدأي بقى شوحي العدس مع الخضار بتاعك. خطوة بسيطة وتركاية بسيطة جدا، بس هتفرق جدا جدا في طعم الشوربة بتاعتك. قلبي بقى كده كويس. دايما بجد جربوا كده وشوفوا، لما بتعملوا الأكل بحب وباهتمام بيطلع طعمه مختلف تماما. لما تكونوا بتعملوه مثلا وانتم مستعجلين أو مش حابين، أو مثلا تعبانين، لا الصراحة لما بتعملوه كده بروقان بيطلع حاجة تانية خالص. هنضيف هنا بقى المية بعد بس ما العدس يغير لونه، وتاخديله بقى كام تشويحة كده مع الخضار. ضيفي بقى على طول المية. ممكن تستبدلي المية بشوربة، أي شوربة عندك، بيبقى حلو جدا مع شوربة الكوارع أو شوربة اللحمة. هنا بقى هحط التوابل بتاعتي، مش بضيف عليه توابل كتير خالص علشان استمتع بطعم العدس. هو بس الكمون والفلفل الاسمر، والكمون كمان تحطي معلقة صغيرة ممسوحة على نص كيلو، لان الكمون ليه طعم نفاذ جدا وقوي، فلما بتزوديه بيبقى طعمه مش حلو، فخلي بالك من النقطة دي. وطبعا ظبطي بقى الملح بتاعك وقلبي كويس. انا هنا هضيف مكعب مرق، لان انا مستخدمة المية مش الشوربة، فزودت مكعب مرق الدجاج. وانتي بتغطيه برضو خلي بالك، خلي الغطا دايما مفتوح كده من الجنب علشان ما يفورش ويبهدل البوتاجاز او يبهدل الدنيا. تعالي بقى لغاية ما يستوي. طبعا انا بسيبه على نار هادية، هياخد مني حوالي تلت ساعة على نار هادية. بلاش تعلي النار عليه علشان ما يشدش منك من تحت، وفي نفس الوقت يستوي براحته. دايما الاكل لما بيكون على نار هادية يا جماعة بيكون ليه طعم مميز جدا. هنا بقى جبت بصلتين، عقبال بقى ما يستوي هنعمل البصل بتاعه، وقطعتها شرايح وبعدين فردت الشرايح دي. حاولت بقى كده تخلي كل قطعة لوحدها. الخطوة دي مهمة جدا جدا علشان يطلع معاكي مقرمش. شايفين انا كده بقى بفكه من بعضه، وهخلص البصلتين كله. فلفلي بقى كده البصل كويس،
وبعدين تعالي بقى اقول لك السر اللي هيخليه مقرمش معاكي، هي معلقه الدقيق. حطي معلقه كبيره دقيق، ولو مش عندك دقيق ممكن تحطي معلقتين نشا. وحاولي بقى كده ايه تغلفي كل البصل اللي عندك بمعلقه الدقيق دي. عايزه تضيفي هنا رشه ملح بسيطه مفيش مشكله خالص. وتعلي بقى كده في طاسة على النار، بس خلي بالك برضو دي تركة مهمة جدا، ما تستخدميش زيت كتير علشان انا هستخدم الزيت ده في حاجة تانية دلوقتي هقولك عليها حالا. حطي بقى 4 معالق زيت كبار في طاسة كده صغيرة، وحطي نص الكمية. ما تحطيش كمية البصل كلها مرة واحدة علشان يطلع مقرمش معاكي وياخد لون كله نفس اللون. حاولي ما تمليش الطاسة جدا علشان يطلع معاكي مظبوط. قلبي بقى كده علشان ما ياخدش لون من ناحية والناحية التانية لأ. وعلى فكرة البصل ده هو طريقة بصل الكشري، بيطلع بنفس الطريقة كده، بيطلع معاكي برضو حلو جدا. وخلاص أول بقى ما ياخد اللون اللي انت حباه، ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. طلعيه بقى كده على مناديل المطبخ، وهتخلصي الكمية بتاعتك. صفي الزيت وبعدين ارجعي تاني حطيه في الطاسة واعملي الدور التاني من البصل اللي عندك. وهيطلع بقى كده الكمية كلها بعد ما خلصت. وافرشيه بقى كده في الطبق كله علشان يتهوى كويس وعلشان يقرمش معاكي. وهسيبه على جنب لغاية ما اخلص بقية الوصفة. ما شاء الله، تحفة. يا سيدي يا سيدي على الريحة، يا ريتك بقى تبقي معايا بقى بجد، الراعي الرسمي للشتاء. هو ده الوصفة المظبوطة لأيام الشتاء اللي احنا فيها دي. كده عدى تلت ساعة على نار هادية. قلبي بقى كده كويس. تعرفي ازاي بقى ان العدس استوى؟ اول حاجة زي ما انت شايفة كده تلاقي العدس بتاعك مبقاش حبيبات خالص، يعني بقى زي المية. وبعدين الخضار بتاعك اللي هو الجزر او البطاطس بتمسكي كده بالشوكة، خلاص يبقى كده استوى معاكي. هتطفي بقى النار وتسيبيه بس يهدى دقيقتين، وبعدين تهرسيه كويس. لا اما بقى تستخدمي الخلاط، بس لو هتستخدمي الخلاط استني لغاية ما يبرد تماما علشان الخلاط بتاعك ما يحصلوش حاجة لا قدر الله. ولو هتستخدمي الهاند بلندر، احنا عارفين ما شاء الله الهاند بلندر بيستحمل الحرارة شوية، فعادي ممكن بس تسيبيه يهدى دقيقتين وبعدين تستخدمي الهاند بلندر على طول. الصراحة يا بنات الهاند بلندر لا يعني من الحاجات اللي في البيت بتسهل عليكي حاجات كتير جدا في نفس الحلة أو في نفس الحاجة اللي انت تعملي فيها الأكلة، بتضربيها من غير بقى ما تنقلي وترجعي تاني. وما شاء الله يعني طحنه بيبقى كويس جدا، بيطحن الحاجة كويس جدا. أنا كده خلاص عملت الشوربة بتاعتي بيوريه جدا، شايفين ما شاء الله القوام مظبوط جدا. علشان كده قلتلك ما تزوديش المية وانتي بتسلقيه. يعني لما تيجي تحطي المية بقى بعد ما تشوحيه كويس، حطي المية كأنك بتسوي الرز بالظبط، يعني يا دوبك بس كده عقلة صباع الفرق بينه وبين العدس. ما شاء الله. ولو احتجتي مية ممكن تزودي تاني، بس ما تحطيش مية كتير من الأول علشان ما يبص معاكي. تعالي بقى اقولك التركة اللي هتخلي معاكي الشعرية ما تلزقش وما تكتلش، لان في ناس كتير قوي بتكتل معاهم ومش عارفين ايه السبب. حطي بقى الزيت اللي احنا استخدمناه في البصل، دي تركة مهمة جدا. حطي منه معلقة وبعدين حمري فيه الشعرية. واول ما تاخد اللون بتاعها الحلو ده، بس انا بغمقها شوية عن لون الرز بالشعرية. يعني دايما بخلي لون الشعرية في العدس غامق شوية علشان تبان زي ما انتي شايفة كده. تضيفي بقى العدس بتاعك ووطي عليها خالص النار، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. هاتي بقى بقية الزيت زي ما انت شايفة، هو ده الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. اخدت منه معلقة حمرت بيها الشعرية، والمعلقتين التانيين اللي اتبقوا دول هحط فيها فص توم مهروس زي ما انت شايفة كده، فص واحد بس. التركة دي يا جماعة هتخلي طعم العدس معاكي حاجة تانية خالص. احنا كده يا جماعة بندلع العدس بتاعنا، خليناه بدل ما هو شوربة عدس كده طبيعية عادية، لا لا لا، خليناها كده بقى ايه، أكلة مطاعم، شوربة عدس كده تقيلة وحلوة وفيها أطعم كده رهيبة. حطي بقى نص معلقة كزبرة ناشفة، يا سيدي بقى على الطشة ما اقولكيش، ولا الريحة ما اوصفلكيش، بجد تحفة، رهيب. شايفين ما شاء الله. اغرفي بقى كده العدس بتاعك واستمتعي بأحلى
طبق عدس هتعمليه بجد الطريقة دي لو جربتيها بكل التركات اللي انا قلت عليها في الفيديو هتعتمديها ومش هتعملي غيرها. وشايفين بقى كده البصل بعد ما اتهوى طبعا بارد خالص وبقى مقرمش. زيني بقى الطبق بتاعك. وعلى فكرة في ناس بتحط البصل في الحلة كلها وتقلب براحتك جدا اللي انت شايفاه، بس انا بحط البصل في الاطباق علشان في عندي في البيت ناس مش بتحب البصل. ما شاء الله، طعم وريحة وقوام ما اقولكيش حاجة كده تحفة. ما تنسيش بقى بشير ولايك وسبسكرايب للقناة لو انتي لسه جديدة، وقوليلي في الكومنت ايه رأيك في الوصفة دي وجربيها وعلى ضمانتي، واشوفكم على خير.